طيب في حد ممكن يسأل برضو يعني ايه هي افضل العدسات اللي انا اقدر استعملها في التصوير الاستروفوتوغرافي او التصوير الفلكي. طبعا يعني عشان خاطر يعتبر احنا بنصور بالليل طبعا والسماء بتبقى يعني مظلمة تماما، فانا بصور حاجة اوريدي الضوء اللي جاي منها يعتبر قليل جدا او تقريبا شبه معدوم. عشان كده لازم العدسات اللي انا بستعملها تكون عندها القدرة انها تدخل اكبر كمية ضوء ممكنة. فطالما احنا ذكرنا قصة انها تدخل اكبر كمية ضوء، يبقى لازم فتحة العدسة نفسها تبقى كبيرة. طب طالما فتحة العدسة كبيرة، يبقى الاف نمبر بتاعها يبقى اصغر حاجة. في موقع يعني شهير جدا اسمه موقع سبيس، اللينك بتاعه موجود قدامنا، وحطه برضو عن في الديسكريبشن تحت. هو يعني في كل فترة كده بيذكر هو أحسن العدسات المناسبة بالنسبة للتصوير الفلكي. هنلاقي إن معظمها لا الإف نمبر بتاعها يعني أقل من 2.8، يعني هنا 1.8، هنا 2.8، هنا هنلاقيها مثلا في العدسة اللي بعدها روكينون أو ساميانج 2.8، وهكذا. يعني هنلاقي معظم العدسات اللي ذاكرها هنا ما بتزيدش الاف نمبر بتاعها عن 2.8 او 2.8. العدسات برضو اللي موجوده هنا تعتبر يعني يا اما وايد انجل يا اما الترا وايد انجل، وده عشان خاطر انا اقدر استعملها مثلا في تصوير الميلكي واي، ذراع المجره، استعملها مثلا في تصوير الستار تريلز اللي هو حركه النجوم حوالين نجم الشمال. لو في مثلا زخه شهب زي شوب البرشويات او شوب الجبريات، لازم استعمل عدسه تكون الاف نمبر بتاعها صغير جدا زي العدسه دي مثلا، وفي نفس الوقت تبقى وايد انجل عشان خاطر الكادر او الفيلد اوف فيو بتاعها يبقى كبير وواسع جدا وبيغطي مساحه كبيره من السماء، وفي نفس الوقت الاف نمبر بتاعها بيتيح انها بتدخل اكبر كميه ضوء، فاقدر ان انا اصور الشوب بسهوله. معظم الصور الفلكيه اللي انا بصورها او المصورين الفلكيين بيصوروها بتبقى طبعا محتاجه عدسات وايد زي دي، وفي نفس الوقت يبقى الاف نمبر بتاعها صغير عشان خاطر تدخل كميه ضوء كبيره. وممكن كمان يعني انت تصور بيها الفور جراوند زي مثلا جبل او مبنى معين، وتعمل بليندنج ما بين صوره الفور جراوند والباك جراوند عشان الصوره طبعا تبقى طالعه احسن لما بندخل عنصر الفور جراوند معانا ويبقى ظاهر مع السماء. في عدسات طبعا يعني اذا كنا احنا بنتكلم هنا عن العدسات الوايد، في عدسات برضو زوم تعتبر مناسبه جدا بالنسبه للتصوير الفلكي. في مثلا السكوب الشهير جدا اللي هو ريد كات، هو يعتبر سكوب لكن هو تصميمه تصميم عدسه تيليفوتو. الاوبتكس المتصنع منها الريد كات تعتبر اوبتكس شارب جدا، والاف نمبر بتاعها حوالي 4.9. يعني هو اذا كان هو يعتبر الاف نمبر بتاعه اعلى من العدسات اللي اتكلمنا عنها من شويه، الا ان الفوكال لينس بتاعه حوالي 250 مللي. فده انا بستغله طبعا في ان انا اصور سودوم اللي هي الكبيره شويه، زي النورث امريكان نبيولا، زي الاليفانت ترانك نبيولا، زي برضو الهارت نبيولا. السودوم دي تعتبر الفيلد اوف فيو اللي انا محتاجه عشان خاطر اصور بيه السودوم دي موجود في الريد كات، عشان خاطر الفوكال لينس بتاعه يعتبر الى حد ما مناسب. هو مش كبير قوي زي السكوبات الكبيره اللي هي بيوصل الفوكال لينس بتاع 1000 مللي او 1000 ونص او 1500 مللي. وفي نفس الوقت هو مش صغير جدا زي العدسات اللي اتكلمنا عنها من شويه، فيعتبر هو معقول بالنسبه للسودوم اللي ممكن اصورها في الوايت فيلد. وفي برضه عدسات تيليفوتو زي الكانون 400 مللي البرايم لينس، وفي النيكون 500 مللي. العدسات التيليفوتو دي اقدر برضه برغم من انها يعني الفوكال لينس بتاعها عالي شويه الى حد ما، الا ان انا اقدر اصور بيها سودوم كبيره شويه زي النورث امريكان نبيولا والهارت نبيولا والاليفانت ترانك نبيولا. يعتبر الفيلد اوف فيو بتاعها مناسب الى حد ما عشان خاطر اقدر اصور بيه السودوم الكبيره دي اللي هي بتغطي مساحه كبيره من السماء. بالمناسبه السودوم اللي انا بتكلم عليها دي تقريبا الحجم الظاهري بتاعها في السماء قد 10 مرات الحجم الظاهري بتاع القمر. يعني انت لو حاولت انك تحط 10 اقمار كده جنب بعض في السماء، بتكلم عن الحجم الظاهري مش الحجم الحقيقي طبعا. يعني الفيلد اوف فيو او المنظر بتاع القمر في السماء اللي انت شايفه ده، لو تخيلت ان في 10 اقمار حوالين القمر اللي انت شايفه دلوقتي، ده حجم السودوم اللي انا بتكلم عنها. فطبعا دي تعتبر حجمها كبير، والعدسات التليفوتو لينس اللي اتكلمت عنها دلوقتي تعتبر مناسبه لتصوير السودوم دي. طيب لو في حاجه بقى اصغر من كده قوي، يعني حاجه مثلا زي البودي جالاكسي، السيجار جالاكسي، البينويل جالاكسي، يعني كل دي اسماء مجرات تعتبر يعني صغيره شويه، وفي طبعا مجرات اصغر منها بكتير جدا
تعتبر المجرات دي يعني انا مش هقدر اصورها بالعدسات اللي انا قلت عليها، او ممكن حتى لو انا صورتها تطلع صغيره جدا والريزولوشن بتاعها مش هيبقى قوي. فعشان كده انا ببدا بقى ان انا استعمل تلسكوبات الفوكال لينس بتاعها اكبر من العدسات التليفوتو، يعني ممكن توصل لحوالي 1000 او 1500 ملي، وفي اكتر كمان من كده، عشان خاطر اوصل بالفوكال لينس ده لان الفيلد اوف فيو يقدر ان هو يغطي مساحه الجالاكسي اللي انا بصورها دي، والتفاصيل بتاعتها تبقى اوضح.